كلنا تقريبا فاش كنفيقوا الصباح اول حاجه كنديرو هي اننا كنقلبوا الهاتف ديالنا. واحد النهار كتلقى كلشي كيهضر على ايران، كيبانوا لك اخبار بحال توتر جديد مع ايران، اسواق العالميه تترقب الى اخره. واول حاجه كتجيك في بالك واللي هي شيء طبيعي هو ان هادشي بعيد علينا وما كيعنيناش. وفي نفس النهار كتخرج للشارع باش تقضي الحاجيات اليوميه ديالك، كتلقى بان المازوت وليسونس مثلا غلاو، تلقى بان الخضره واللحم غلا، والحياه ولات في شكل. والمشكل الكبير هو ان الاغلبيه فينا ما كيبانش ليهم الرابط ما بين الغلاء ديال الاسعار في المغرب وما بين الاحداث اللي واقعه في ايران اللي هي في الجهه الاخرى ديال العالم. ولكن الحقيقه اللي ما كيهضروش عليها بزاف ديال الناس هي ان بزاف ديال القرارات اللي كتخاد علينا في المغرب ما كيتخادوش اصلا في المغرب، ولكن كيتخادوا في بلايص بعيده بزاف ومنها ايران. ولكن السؤال الحقيقي هو علاش دوله بحال ايران كتقدر تاثر على الحياه ديالك اليوميه واخا نتايا في المغرب؟ واش حيت ايران دوله قويه، ولا حيت العالم كامل ولا مرتبط ببعضه بطريقه ما كنفهموهاش وما كتبانش لينا؟ ولكن في نفس الوقت كنقولوا حنايا في المغرب ان الماكله ديالنا ما كنزرعوهاش في ايران، وما كنشريوش خضره من ايران، وحتى البترول اللي كيدخل المغرب ما كيجيش من ايران. ويمكن لك حتى تفكر شنو علاقه هادشي بيا انا اصلا. ولكن هنا كاينه واحد الخدعه كبيره في العالم كامل، والخدعه هو ان ماشي كلشي كيأثر علينا بشكل مباشر، ولكن كلشي كيدخل في واحد النظام اللي هو كبير، وإلا تحركت فيه شي حاجه صغيره العالم كامل كيتحرك. وايران هي واحد من اهم هاد النقاط الحساسه. ولكن علاش العالم كامل ومنهم الولايات المتحده الامريكيه خايفين من ايران؟ باش نفهموا هاد النقطه كاينين جوج ديال الحوايج اللي هما مهمين. اولا، علاش ايران مهمه اصلا؟ وثانيا، كيفاش التاثير ديالها كينتشر في العالم كامل منهم المغرب. وقبل ما نهضروا على الاقتصاد ولا الخوف الى اخره، خاصنا نفهموا ايران بطريقه بسيطه، ماشي كدوله فقط ولكن كنقطه ضغط داخل نظام عالمي كبير. اولا، واش ايران فعلا بعيده علينا؟ جغرافيا ايران بعيده علينا نسبيا، ولكن خلينا نكونوا واضحين من الاول، حيت ايران ماشي دوله اللي عندنا معها علاقه وطيده حنايا كمغاربه. اولا، ما كنجيبوش من عندها المأكولات ديالنا، وثانيا ما كنصدروش ليها وحتى هي ما كتصدرش لينا تقريبا، وثالثا حتى البترول ما كنجيبوش من عندها. اما اقتصاديا فالعلاقه المباشره ضعيفه. ولكن هنايا كاين واحد الخطا اللي هو كبير وكيديروه الناس بزاف، هو انهم كيقيسوا ديما التاثير بالشيء المباشر، ولكن في العالم الحقيقي كاين نوع اخر ديال التاثير واللي هو التاثير غير المباشر. وهذا الشيء كيعني انه ممكن لدوله انها تكون بعيده عليك جغرافيا، ولكن القرارات ديالها كتدوز من واحد السلسله اللي هي طويله وكتوصل حتى لعندك وكتقيسك في الحياه اليوميه ديالك. وهذه السلسله الطويله هي اللي غادي نفهموها دابا. باش نفهموا علاش ايران مهمه، خاصنا نبداو من اول حاجه اللي هي اهم من ايران، واللي هي الطاقه. النفط والغاز ماشي غير مواد، ولكن هما اللي كيدور عليهم الاقتصاد العالمي كامل، حيت كلشي كيتحرك بهم، من النقل للصناعه للغذاء للتجاره. دابا نفترضوا انه وقع شي توتر في شي منطقه كتحكم في واحد الطريق اللي كيدوز منها الطاقه العالميه، منها النفط والغاز. ماشي غير هذاك البلد اللي قريب لهذيك المنطقه هو اللي غادي يتاثر، ولكن السوق كامل كيبدا يتوتر. ولا توتر السوق كتعني حاجه وحده، هو ان الاسعار كترتفع. طبيعه الحال الا ارتفعت الاسعار فكاع الدول المستورده للطاقه كتبدا تحس بهذا الارتفاع، ومن بينهم المغرب. ولكن مهم اننا نفهموا ان التاثير ما كيجيش مباشره من ايران للمغرب، ولكن كيجي من ايران الاسواق العالميه، ثم النفط والنقل عاد المعيشه في المغرب. دابا نوصلوا للسؤال اللي مهم، هو علاش ايران كتخلق هذا التوتر العالمي، وعلاش العالم كامل كيبقى خايف من ايران؟ كاينين 4 ديال الاسباب اللي هما كبار. السبب الاول هو عدم القدره على التوقع. العالم كامل كيبغي انه يفهم الدول ويفهموا بعضياتهم، شنو غادي دير غدا، وشنو الموقف ديالها من هذا الامر، وشنو الحدود ديال هذه الدوله. ولكن مع ايران كاين دائما واحد السؤال، شنو غادا تقدر دير ايران المره الجايه؟
وبطبيعة الحال هذا السؤال بوحدو كيخلق واحد التوتر في الأسواق الاقتصادية والأسواق العالمية والسياسة. السبب الثاني هو الموقع الحساس ديال إيران. إيران كاينة في واحد المنطقة اللي فيها واحد النقطة خطيرة واللي هي مضيق هرمز، ومن تما كيدوز واحد الجزء كبير من النفط العالمي اللي كيخرج من الخليج وكيمشي لآسيا وكيمشي لإفريقيا وكيمشي حتى لأوروبا. وبطبيعة الحال أي توتر في مضيق هرمز كيولي التأثير ديالو عالمي. السبب الثالث هو النظام ديال إيران اللي مختلف على العالم الغربي، حيث النظام ديال إيران كيجمع ما بين الدين والسياسة والدولة، وهذا كيعطي واحد التعقيد كبير في الفهم بالنسبة للعالم الغربي، حيث القرارات في إيران ماشي فقط اقتصادية ولكن عندها بعد عقائدي وتاريخي وديني. السبب الرابع هو أن إيران ما كتخضعش للأوامر ديال الغرب بسهولة، حيث في العلاقات الدولية كاين واحد الحاجة اللي هي مهمة، هو أن الدول الكبيرة كتفضل الأنظمة اللي كتقدر تفهمها واللي كتقدر تسيطر عليها وتوجهها، ولكن إيران بطبيعة الحال كتقاوم الضغط الخارجي في بزاف ديال الملفات، وهنا كيبدا القلق الحقيقي. ولكن ركز معايا في هذه النقطة المهمة، إلا كانت دولة كتخوف العالم ولكن ما كتأثرش عليك مباشرة، كيفاش كتدخل لك في التفاصيل ديال الحياة اليومية ديالك؟ دابا نخليو السياسة شوية ونمشيو لداخل إيران، العاصمة ديالها هي طهران، واللي هي مدينة كبيرة وفيها الحياة طبيعية، شوارع، خدمة، حركة والناس عاديين. ولكن تحت هاد الصورة كاين واحد الواقع اقتصادي اللي صعيب، حيت العملة ديال إيران ضعيفة والأسعار طالعة والضغط الاقتصادي شبه يومي. يعني أن المواطن العادي في طهران كيحسب كل خطوة، ولكن رغم هاد الشي كامل الحياة مستمرة بشكل عادي. وهنا كاينة المفارقة، الدولة اللي كتلعب دور كبير في النظام العالمي ناسها عايشين في ضغط داخلي كبير. دابا نرجعوا للمغرب وكيفاش كيوصل التأثير لينا باش نربطوا الصورة كاملة. كيف ما كنعرفوا أن المغرب ماشي من الدول المنتجة ديال البترول وماشي من الدول المنتجة ديال الغاز، واخا أنه تكتشف مؤخرا، وهذا الشيء كيعني أن المغرب كيعتمد على السوق العالمية باش أنه كيوفر الاحتياجات ديالو من البترول ومن الغاز. يعني إلا تزاد التوتر في العالم الثمن ديال البترول كيرتفع، وإلا ارتفع الثمن ديال النفط فإن النقل كيرتفع والمعيشة كتغلى والمواد الغذائية كيتأثروا والاقتصاد كامل كيتأثر. ولكن المشكل الحقيقي هو أن هادشي ما كيبانش السبب ديالو الحقيقي للناس، حيت كتبان لهم غير النتيجة، الأسعار طالعة، ولكن السبب الحقيقي ما عارفينوش. وحتى إلا سولتي الناس في الشارع يقولوا لك أن السبب هو إيران، والأغلبية ما كيبانش لهم أن السبب هو إيران، حيت كيقول لك حنايا كننتجوا الخضرة ديالنا وحنايا ما كنستوردوش النفط من إيران وما عندنا حتى علاقة بإيران. الحقيقة هو أن اليوم العالم ما بقاش دول منفصلة، واخا كاينين الحدود، ولكن ولا شبكة واحدة، وأي توتر في شي نقطة كيخلق واحد الموجة، وهاد الموجة كتوصل للعالم كامل. ولكن بطبيعة الحال الناس كتشوف غير النتيجة وما كتشوفش الأصل ديال المشكل. الخلاصة هو أن إيران ممكن أنها بعيدة علينا جغرافيا، ولكن التأثير ديالها كيبقى يوصل للعالم كامل ومن بينه المغرب. ولكن السؤال هو واش كاينين أحداث أخرى في العالم اللي كتأثر على الحياة اليومية ديالنا وحنايا ما واعيينش بها؟ وبطبيعة الحال إلا عجبكم الوثائقي ديال اليوم ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المشاهدة، ونتلاقاو في الوثائقي المقبل بإذن الله.